رومان سايس علق الحذاء ديالو في فتره كان كلشي غير راضي فيها على المستوى اللي كيقدمو، ولكن هادشي ما يمكنش ينسينا في انه كان واحد من بين افضل المدافعين في تاريخ المنتخب. فاجيو نسلطوا الضوء على مسيره هذا الاخير مع منتخبنا الوطني. رومان سايس سادس اكثر لاعب مشاركه مع المنتخب الوطني ب 86 ماتش. بدا مسيرته مع المنتخب المغربي سنه 2012 بعد ما استدعاه المدرب الطوسي المقابله وديه، بعدها غاب على المنتخب لمده 4 سنوات الى ان استدعاه هيرفي رونار سنه 2017 لتصفيه كاس افريقيا، ومن ثم هو كيقدم اداء رائع مع المنتخب. غانم لطالما كان هو قائد ومنظم الخطوط الدفاعيه، لاعب كيتميز بقطع الكرات سواء الهوائيه والارضيه، وايضا في بناء الكره من الخلف، وكذلك المساهمه في الكرات الثابته. وبالرغم من كبر السن وتراجع مستواه مؤخرا، تحد ما يقدر ينكر كل ما قدمه رومان سايس لمنتخبنا الوطني طيله هذه السنوات. فمن بعد اكثر من 13 سنه سايس اعلن اعتزاله دوليا بعد مسيره طويله مع المنتخب. 86 ماتش سجل فيها 3 اهداف، ابرزهم هدفه ضد بلجيكا في كاس العالم قطر 2022. وبعد إسدال هذا الأخير الستار على مسيرته الدولية، السؤال المطروح: شكون هو اللاعب اللي يقدر يكون المعوض ليه؟